السلام عليكم، كيفكم متابعاتي الغاليات؟ وان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. الفيديو عبارة عن مشتريات، معنا ظرف مشتريات للمدرسة. يلا نسمي بسم الله ونشوف المشتريات اللي جبناها للمدرسة. طبعا المشتريات بتاعت المدرسة الأمير وميمة، جبت لها شوية مشتريات عشان الروضة. جبت له هدول البلايز، شايفين؟ اخترت تكون الجب من هنا يعني لونها غير عن لون البلوزة، يعني يكون فيها تدخيلة، وهذه الجب سادة والتدخيل جاية من الايد ومن البلوزة من تحت. جبت له بلوزتين، طبعا ما كترتش بلايز لانه عنده بلايز من السنة اللي فات، وعشان كمان جاي علينا شتاء، وبالشتاء بدي اجيب له قميص كم. وجبت له كمان بنطلون كابوي، اخترت يكون بهذا اللون. جبت له طبعا بنطلون واحد لانه عنده كمان هو 3 بناطيل جداد ما لبسهمش، وعنده كمان طقم العيد برضو في بنطلون كابوي حلبسه اياه بالشتاء هو والجاكيت الكابوي. جبت له لانش بوكس، شايفين ما احلاه كيف؟ جبت له اياه باللون الاخضر، وكمان لانش بوكس طبقتين، طبق عشان نحط فيها هنا الفواكه ولو في كمان كيكة، وهنا عشان نحط الساندويش، وفي شوكة وسكينة ومعلقة. وممكن انه ينحمل اللانش بوكس على شكل شنطة، شايفين كيف حلو شيك، وكمان سعره مش غالي كتير. وجبت له هذه المطارة جبت طبعا هم مش طقم، انا طقمت المطارة مع اللانش بوكس، والمطارة مطاطية يعني مش من النوع اللي بتجرح او البلاستيك اللي بينكسر، بتفتح هيك وبتسكر بهذا الشكل بالعكس. وجبت له طبعا جرابين، وكترت من الجرابين وجبت له جرابين اكبر شوية ابيض، هذا سبورت عقد الرجل، وهذا بلبسه اياه بالشتاء، عشان هيك جبته اكبر شوية. وجبت له علبة العطر، ريحتها حلوة وخفيفة، وكمان في إلها دلاية يعني شكلها كتير حلو، شايفين كيف شكلها؟ وريحتها كمان حلوة وخفيفة عشان ما تكونش تقيلة، لأنه الريحة العطر لما يكون مركز ويكون تقيل بأثر على صدر الأولاد. جبت له كمان هدول الجرابين، طبعا الجرابين إله لأخته مع بعض، عشان هيك كترت من الجرابين. سعر الجرابين كتير حلو. الجوز جبته بنص شيكل، جبت له اياه طبعا من الجملة بنص شيكل من سوق الأربع في البلد. طبعا الجوز عنا بشيكل. من الجرابين زي ما انتم شايفين عشان جاي علينا شتاء. جبت له علبة الكريم هذه صغيرة، سعرها 1 شيكل بشيكل. طبعا هذه نفس الكبيرة بس حجم صغير، سعرها بشيكل من مول السعادة من البلد. هيك بكون تقريبا خلصت مشتريات أمير. هلقيت مشتريات ميمي للروضة، جبت لها لبستين طبعا لأنه عندها كمان ميمي لبس كتير. جبت لها هذا البنطلون، هو بنطلون طقم، جبت لها عليه هذه البلوزة، هذا كله مع بعضه طقم البنطلون مع البنطلون مع البلوزة طقم. وجبت لها زي أمير هذا اللانش بوكس، اخترت لها اياه لونه موف، والمطارة نفس المطارة برضه لونها موف نفس مطارة أمير. وهذه علبة العطر جبتها لميم. العطر طبعا سعره 5 شيكل. العطر طبعا بريحة الفواكه، علبة ميم بريحة الخوخ، شايفين ما أحلاها، كمان ريحتها كتير حلوة. وجبت لميمي هذا التوب،
ومعاه هادي الفيونكة عشان البسها اياه. يمكن البسها اياه اول يوم بالروضة، مش عارفة البسها هذا الطقم ولا هذا. طبعا هدول بقية الجرابين. يلا جبت لميمة هذه الشنطة، لو كان مثلا في يوم مفتوح مثلا بدهاش تاخد الكتب بتقدر تاخد هذه الشنطة بدل ما تشيل شنطة المدرسة اللي بكتفين. وهذه الشنطة كمان جبت لها اياها برضه عشان تطلع فيها. وهاي البوت هذا لأمير، جبته باللون الأسود لأنه السنة اللي فاتت جبت أبيض وانهرى بسرعة، ويعني كل شوية عشان المدارس وزي هيك والطريق كل شوي بدي امسحهم واغسلهم غلبوني بالمسح، فقررت اجيبلهم السنة لون. هاي بوت طبعا انا مسحاه لانه طلعنا فيه مشوار، لان الصراحة صار لي فترة شاريهم يعني اواعي المدرسة، بس صحت لي فرصة اصورهم صورتهم. هذا البوت لأمير. وهذا البوت كمان جبته لميمة عشان الروضة برضو جبته باللون الأسود. وجبت لها هذا البوت باللون الأبيض. هذه الشنطة جبتها لميمة. هذه الشنطة مش جديدة، هذه الشنطة يعني جديدة بس بضاعة إسرائيلية، جبتها باللون الأزرق. وعندها كمان شنطة جبت لها إياها السنة اللي فاتت عندها تنتين، يعني هيك بكون عندها 3 شناتة للروضة تغير فيهم من المطر، يعني عشان جاي علينا شتاء وزي هيك بلزم يكون عندها أكتر من شنطة. أمير بصراحة ما جبتلوش السنة شنطة لأنه عنده تنتين. عنده هذه الشنطة جبت له إياها السنة اللي فاتت، جبتها ب50 شيكل ولسه زي ما هي جديدة. وعنده كمان شنطة اللابتوب السوداء كمان لسه جديدة، فقلت خليه إن شاء الله للسنة الجاي بجيب له واحدة من النظيف الغالية. هدول طبعا المشتريات. هدول المشتريات. تنسوش اللايك وتعملوا مشاركة للفيديو وتتابعوني عشان انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. وتنسوش تعليقاتكم حلوة وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات مشتريات ميمي وأمير، وإيش ألبس ميمي أول يوم بالروضة لبسها هذا الطقم. هذا طبعا معاه شورت أبيض، وهذا الطقم بنطلون وبلوزة. والسلام عليكم ورحمة الله.